هنسمي الله كده ونبتدي عقدة البداية. بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجة هعملها عقدة البداية، هتني الخيط كده اهو بالشكل ده وادخل الابرة بتاعتي واروح سحباه كده. انا عملت عقدة البداية. بالنسبة للبنات المبتدئة اللي مش بتعرف تعملها، ادي هرتفع بالسلاسل 4 سلسلة بالشكل ده. هلف الخيط على الابرة وهنزل تحت خالص في الغرزة الاولانية. اول سلسلة عملتها وهدخل كده بالشكل ده، هدخل في اول غرزة وهسحب الخيط واخرج. بقى معايا كام؟ بقى معايا 3 حلقات على الابرة. هلف الخيط اهو كده 3 حلقات على الابرة. هلف الخيط واخرج من اول حلقة، وبعدين الف الخيط واخرج من حلقتين، وبعدين الف الخيط واخرج من حلقتين تانيين. هلف الخيط على الابرة وهدخل برضو في عندي السلاسل هتبقى واضحة كده. السلاسل الاولانية خالص اللي تحت دي هروح سحبة الخيط كده اهو والف الخيط واخرج من حلقة وبعدين من حلقتين في حلقتين. الخيط على الابرة وهدخل. بصوا انا بدخل فين؟ بدخل كده تحت الحلقتين دول كده اهو، واروح عامله الايه العمود بتاعي. الف الخيط واخرج من اول حلقة، وبعدين الف الخيط واخرج من حلقتين، وبعدين الف الخيط واخرج من حلقتين بالشكل ده. انا بعمل ايه؟ انا بعمل الاول، مش احنا بنبتدي بداية السطر بيبقى سلسلة وبعد كده بنعمل عمود. انا بختصر كده السطرين في سطر واحد. هلف الخيط وهخرج بالشكل ده. هلف الخيط وهدخل كده تحت الحلقتين اهم واضحين قدامي اهو. السلسله اللي تحت دي هدخل فيها كده واسحب الخيط. بقى معايا 3 على الابره، اخرج من واحده والف الخيط، اخرج من 2، الف الخيط واخرج من 2 تانيين بالشكل ده. هلف الخيط تاني وادخل تحت الحلقتين كده اهو بالشكل ده، واسحب الخيط واخرج من حلقه واحده. ونخلي بالنا نخرج من حلقه واحده بس، وبعد كده نخرج من حلقتين وبعدين من حلقتين تانيين. هلف الخيط وادخل في السلسله من تحت برضو بالشكل ده، وبعدين هخرج من حلقه وبعدين الف الخيط واخرج من حلقتين، وبعدين الف الخيط واخرج من حلقتين تانيين. الف الخيط وادخل تحت السلسله بالشكل ده واخرج من ايه، يبقى معايا 3 على الابره. وبعد كده الف الخيط هيبقى حلقتين، حلقه في حلقتين في حلقتين بالشكل ده يا حبايبي. زي ما انتم شايفين كده انا بختصر كده السطرين في سطر واحد. بصوا الشكل من هنا، السلاسل بتاعتها تبقى باينه من هنا، والسلاسل بتاعتها تبقى باينه من هنا، وبتبقى التشطيب بتاعها بيبقى جميل جدا. شايفين؟ هفضل ماشيه بقى كده طول السطر بنفس الطريقه لحد ما اوصل لدوران الراس. دوران الراس بتاعت الشخص اللي انا بعمله. يعني مثلا فضلت ارتفع بالغرز بتاعتي لحد ما وصلت لكام؟ 76 غرزة. 76 غرزة ده مناسب لدوران رأس الشخص اللي انا بعمل له الايس كاب. في النقطة دي بقى احنا بنحدد المقاس. يعني انا في السطر ده كده بحدد المقاس، اذا كنت عايزاه صغير ولا كبير بتحددي من السلسلة بتاعتك اللي انت العواميد اللي انت بتعمليها في اول سطر ده. انا بالنسبة لي كده عملتها طلعت كام؟ طلعت 56 غرزة، 56 سنتي. 76 غرزة وكام؟ و56 سنتي. وده المقاس ده بالنسبة لي كده مناسب. هعمل ايه بعد؟ هنقفل السطر بقى بتاعنا ازاي؟ نخلي بالنا. هلف الخيط على الابره عادي وهنزل كده في السلاسل بتاعتي زي ما بعمل كل مره بالشكل ده كده. سحبت بقى معايا 3 على الابره. هدخل فين؟ مكان بدايه السطر عندي، عند الفتله بتاعت البدايه كده بالشكل ده، من تحت العمود من تحت. هدخل كده هسحب الخيط واعمل منزلقه بالشكل ده. اسحب الخيط بتاعي اهو، ادخل كده الابره في الجزء ده واروح سحب واشد ايدي كده كويس عشان الخيط ما يبقاش مرهرط مني اهو. خيط البدايه وهدخل كده اسحب الخيط واخرج من اول حلقه بالشكل ده. تمام. وكده انا شبكت الخيط، شبكت الجزء ده من تحت، وبعدين اخرج من حلقتين في حلقتين بالشكل ده كده. خلاص انا قفلت من تحت. اقفل بقى من فوق. هعد 1 2 3 الغرزه رقم 3 هروح داخله فيها كده اهو، واسحب الخيط بتاعي بالشكل ده واخرج برضو بمنزلقه. وكده يبقى انا قفلت السطر كده بالشكل ده كده. السطر بتاعي الاولاني اتقفل اهو. ده الدوران بتاع راس الشخص اللي احنا بنعمل له الايس كيب. هو رجالي كده المقاس ده يا جماعه، رجالي. هدخل كده تحت تحت العمود من ورا. انا عايزه اشتغل عمود عمود خلفي. هعمل بصوا بدخل ازاي. هدخل كده اسحب الخيط واخرج
هيبقى معايا 2 على الابرة. هخرج من اول واحدة كده، ادي اعتبرها اول سلسلة، 2 3 كده، عملت 3 سلسلة. وكده ايه اول عمود عملنا عمود ايه، عمود خلفي. العمود اللي بعديه هيبقى ايه، امامي بالشكل ده، واللي بعديه هيبقى خلفي. الف الخيط كده، والعمود بيبقى ايه بالشكل ده الخلفي من جوه، والعمود الامامي هنعمله من بره، بندخل الابره كده من بره ونعمل العمود الامامي، والعمود الخلفي بنعمل كده، نلف الخيط كده من جوه ونسحب الخيط ونخرج من حلقتين في حلقتين بالشكل ده. اللي بعديها امامي، يبقى السطر ده كله هنعمله عمود امامي عمود خلفي لحد ما نخلص السطر كله. اعمل ايه، عمود امامي عمود خلفي، بين فوق كل عمود وعمود اعمل عمود بالشكل ده. افضل لما اشياء طول السطر بقى بنفس الوضع، عمود امامي عمود خلفي، عمود امامي عمود خلفي لحد ما اخلص. بصوا كده امامي، نخلي بالنا عمود خلفي. شايفين الابره بتدخل منين في العمود الخلفي، والفرق بين العمود الخلفي والعمود الامامي بتدخل الابره منين. نركز بالراحه كده اهو، وادخل من جوه كده واروح سحبه الخيط واخرج من حلقتين في حلقتين. هيبقى الشكل ده معايا بتاع اول سطر. اخلص السطر كله ونرجع تاني نشوف هنكمل نعمل ايه. وصلت نهايه السطر يا حبايبي، بيبقى بالشكل ده. هاجي بقى في اخر سلاسل عندي اللي هي سلاسل الارتفاع الاولانيه خالص في السطر، هدخل في اخرها كده في رقم 3 وادخل كده اسحب الابره بالخيط بتاعي واخرج بمنزلقه عشان اقفل السطر ده وابتدي في السطر الجديد. هنبتدي السطر الجديد بقى ان شاء الله. هنعمل ايه، هدخل كده تحت السطر هعمل عمود ايه، العمود الاولاني عندي كان عمود خلفي، هدخل كده من ورا كده واسحب الخيط واخرج كده بالشكل ده. بقى معايا الحلقتين على الابره، هخرج واعتبرها اول سلسله بالشكل ده، وبعدين تاني سلسله تالت سلسله كده. يبقى احنا عملنا ايه، عملنا العمود الاولاني عمود خلفي، والعمود اللي بعديه امامي. هدخل كده تحت العمود بالشكل ده واخرج من حلقتين في حلقتين، واللي بعديه هيبقى خلفي برضو، ادخل كده من جوه واسحب الخيط واخرج من حلقتين في حلقتين بالشكل ده. وهكذا يا حبايبي هفضل طول السطر بالشكل ده. فوق العمود الامامي هعمل عمود امامي، فوق العمود الخلفي هعمل عمود خلفي لحد ما اخلص السطر كله بنفس الوضع ده اهو. ده عمود امامي هشتغله كده اخرج من حلقتين في حلقتين، واللي بعديه هيبقى عمود خلفي، هدخل من ورا كده اهو واسحب الخيط واخرج من حلقتين في حلقتين، واللي بعديه هيبقى امامي اهو. فوق العمود الامامي امامي، وفوق العمود الخلفي عمود خلفي بالشكل ده. هفضل طول السطر ماشيه بنفس الايه، بنفس الوضع ده لحد ما اخلص السطر بتاعي. هفضل كده عمود امامي عمود خلفي، فوق العمود الامامي هعمل امامي، وفوق الخلفي هعمل خلفي. اخلص السطر واقفله واشوف، وهفضل بقى هعمل كام سطر، هرتفع بالسطور بنفس الوضع ده كده. هشوف هعمل كام سطر وارجع لكم تاني نشوف ايه هنكمل ازاي. ارتفعت يا حبايبي بالسطور، عملت 6 سطور بالشكل ده اهو. بقى كده الدوران بتاع الراس عندي 1 2 3 4 5 6، وهيسهلكوا بالمزوره برضو عشان تعرفوا المقاس بالسنتي. عاملين معايا 7 سنتي، وده كفايه قوي بالنسبه للدوران بتاع الراس بتاع الايس كاب. هعمل ايه بعد كده، همسك هقفل بمنزلقه في اول سلاسل الارتفاع 1 2 3 في الغرزه رقم 3 هدخل تحت الحلقتين واروح قافله بمنزلقه بالشكل ده، واسحب الخيط بالشكل ده واقفل. بعد كده هرتفع ادي 1 ادي 2، هعتبرهم اول عمود غرزة نص عمود والف الشغل. انا كده لفيت الشغل مش شغالة على عدلة ايدي، عكست الشغل معايا. هاجي بعد كده هعد ادي 1 اول غرزة اهي، هسحب الخيط واخرج كده. يبقى تاني غرزة ادي تالت غرزة، تالت غرزة نص عمود، ادي رابع غرزة، الغرزة رقم 5 6 7. هاجي في الغرزة رقم 8 هعمل ايه، هعمل تزايد 1 2 3 4 5 6 7. هاجي رقم 8 هعمل ايه، هعمل تزايد عشان خاطر اوسع الايس كاب من فوق شوية. تمام، همشي كده الدوران ده كله هزود ايه، فهزود في الغرز عشان اوسع الايس كاب. هاجي هنا في الغرزة رقم 8 هعمل تزايد. تزايد يعني ايه، يعني نعمل غرزتين في غرزة بالشكل ده.
وبعد كده هروح بقى على الغرزة الاولانية، اروح ايه اللي بعديها على طول اللي هتقابلني، اعمل نص عمود، ادي واحد، هنشتغل ادي اتنين، ادي تلاتة، ادي اربعة، خمسة، ستة، سبعة. هاجي الغرزة رقم 8 على طول، اروح عاملة فيها تزايد غرزتين في غرزة، غرزة نص عمود برضو بالشكل ده. طب يا حبايبي السطر ده كله هيمشي معايا نص عمود، غرزة نص عمود من الداخل كده زي ما انتوا شايفين. انا عكست ايدي وانا بشتغل، هشتغل غرزة نص عمود وهاجي 7 وهاجي في التامنة هروح اروح عاملة تزايد لحد اخر السطر. خلصت السطر يا حبايبي وخلاص هنهي السطر معاكم، وهقفل بمنزلقة في سلاسل الارتفاع. تاني سلسلة كده هسحب الخيط بالشكل ده واخرج من من الحلقة بغرزة منزلقة واخد سلسلة، وكده نهيت السطر الاولاني بغرز نص عمود. هلف الشغل معايا، هشتغل هعكس الشغل يعني. انا كنت الاول كنت بشتغل لجوه، دلوقتي هشتغل لبره اهو. شغلي كله هيبقى فين يا حبايبي؟ بصوا عندنا هنا في كل غرزة بيبقى فيها حلقتين من فوق اهو، وفي حلقة داخلية كده من جوه كده حلقة تالتة. تمام، انا هشتغل اول عمود معايا اول غرزة نص عمود في الحلقة التالتة دي، وهاجي في الغرزة اللي بعديها هشتغل في الحلقة الخلفية دي بالشكل ده. هنشوف بقى كده نطبق الكلام ده عملي ازاي واحدة واحدة كده. هلف الخيط على الابرة اهو، وهدخل الحلقة التالتة كده، هسحب الخيط وهدخل كده من هنا واروح سحب الخيط بتاعي اهو شايفين، واخرج من 3 حلقات مرة واحدة، ويبقى ده اول نص عمود، والف الخيط على الابره. هاجي بقى اللي بعديها، انا عندي حلقتين قدامي، هسيب اللي قدامي دي على طول وادخل في الحلقة الخلفية اعمل غرزة نص عمود بالشكل ده. تاني يا حبايبي هدخل، بصوا اهو ركزوا معايا بالراحة كده، في الحلقة التالتة دي هدخل اروح عاملة غرزة غرزة نص عمود، وبعد كده هسيب الحلقة اللي قدامي وهدخل في الحلقة الخلفية اعمل غرزة نص عمود. هلف الخيط على الابرة وهدخل في الحلقة رقم 3 في الغرزة اللي بعديها على طول بالشكل ده، واخرج من 3 حلقات مرة واحدة. هلف الخيط وهدخل في الحلقة الخلفية بتاعتي في الغرزة اللي بعديها على طول واروح عاملة غرزة نص عمود. هلف الخيط على الابرة وهدخل بالشكل ده في الحلقة رقم 3 واسحب الخيط واخرج. هلف الخيط على الابرة واخش في الحلقة الخلفية برضو بالشكل ده اهو. هدخل كده بصوا الحلقتين اهو، الحلقة الخلفية، واخرج بين ال3 حلقات مرة واحدة، يبقى ده نص عمود. هلف الخيط على الابرة وهدخل من الحلقة التالتة كده، ملناش دعوة بالحلقتين اصلا اللي هما فوق كل غرزة، دول بسيبهم ما بشتغلش فيهم خالص اهو. والغرزة اللي بعديها بشتغل في الحلقة الخلفية على طول. شايفين انا بدخل الابرة منين وبطلعها فين؟ ببعد عن الحلقتين خالص وبدخل الابره، وباجي الغرزه اللي بعديها في الحلقه الخلفيه بالشكل ده. شايفين بدخل فين؟ بدخل هنا اهو واسحب الخيط اهو بالراحه واروح عامله غرزه نص عمود اهو. تاني يا حبايبي بصوا بدخل فين؟ بدخل من هنا كده واسحب الخيط بتاعي كده واخرج من ال3 حلقات مره واحده. والغرزه اللي بعديها بدخل في الحلقه الخلفيه من هنا كده واسحب الخيط واخرج منهم مره واحده بالشكل ده. الحلقة الخلفية هفضل ماشية كده طول السطر بنفس الطريقة لحد ما اخلص السطر كله ونقفله مع بعض ونشوف السطر الجديد هنعمل فيه بأمر الله. وصلت لنهاية السطر يا حبايبي وبقى بالشكل ده عندي. هعمل بعد كده؟ هقفل بمنزلقة برضو في اول غرزة نص عمود انا عملتها اهي. هاخد كده هسحب الخيط واخد غرزة سلسلة كده بالشكل ده وهلف الشغل برضو معايا، ونخلي بالنا ان احنا كل سطر هنلف الشغل. هعمل بعد كده؟ برد السلسله رقم 3 اللي من بره دي هدخل فيها كده وهعمل اول نص عمود اهو. هسحب الخيط واخرج كده بالشكل ده معايا 3، اخرج منهم كلهم مره واحده. وهاجي اللي بعديها برضو عندي الحلقتين قدامي، لا هسيب الحلقه الاولانيه واخش في الحلقه الخلفيه يعني تكرار للسطر اللي فات، وهدخل كده واسحب الخيط. هلف الخيط على الابره وهدخل. شايفين انا بشتغل فين؟ الحلقه اهي واضحه قدامي كده، هروح داخله كده سحبه الخيط واروح خارجه من ال3 حلقات مره واحده بالشكل ده. هلف الخيط وهدخل عندنا الحلقتين كده اللي هنا دول، هخش في الحلقه الخلفيه في الغرزه الثانيه بتاعتي واسحب الخيط وهخرج منهم كلهم مره واحده. هدخل كده تحت الحلقه الثالثه واسحب الخيط واعمل غرزة نص عمود.
الغرزة الحلقة الخلفية هشتغل فيها غرزة نص عمود، الحلقة اللي هي ايه التالتة غرزة نص عمود، يعني غرزة كده وغرزة كده، وده تكرار للسطر اللي ايه اللي هو اللي فات بالظبط. مش بعمل اي حاجة غير ان انا لفيت الشغل بس مش اكتر. هلف الخيط وهدخل في الحلقة رقم 3 بالشكل ده، ادخل من هنا كده واخرج من هنا اهو، والف الخيط واعمل الغرزة اللي بعديها عليها الدور في الحلقة الايه الخلفية. بس السطر ده تكرار للسطر اللي فات بالشكل ده اهو. هنفضل ماشيين طول السطر بنفس الطريقة، غرزة في الحلقة اللي هي رقم 3 اللي هي بتبقى مايلة للجنب دي، وغرزة بنعملها في الحلقة الخلفية لحد ما اخلص السطر كله، هيبقى نفس الايه نفس الوضع كده. وارجع لكم تاني عشان نكمل مع بعض بقية الايس كيك اهو. خلصت السطر يا حبايبي بالشكل ده، وهقفل بمنزلقه فين في سلسله الارتفاع بتاعتي اللي باخدها في اول السطر بالشكل ده، ادخل كده تحتيها وهقفل بمنزلقه، وكل سطر هيبقى نفس القفله بتاعتنا نخلي بالنا. واخد سلسله ارتفاع والف الشغل برضو، وهدخل فين برضو هعمل ايه هعمل الف الخيط على الابره وهعمل نص عمود فين في الحلقه رقم 3 اللي في الجنب دي. هدخل كده بالشكل ده واسحب الخيط بتاعي، هيبقى معايا 3 على الابره، اخرج منهم كلهم مره واحده. والعمود اللي جاي بعديه على طول هدخل كده في الحلقة الخلفية واعمل نص عمود، واللي بعديها هدخل هعمل ايه غرزة ايه غرزة فين في الحلقة رقم 3 اللي بتبقى مايلة لبره، وبعد كده غرزة في الحلقة الخلفية بالشكل ده. هدخل كده اسحب الخيط واخرج منهم كلهم مرة واحدة، وبعد كده يبقى في الغرزة المايلة اللي بره بالشكل ده هاخد الحلقة رقم 3 كده اشتغل فيها غرزة نص عمود، وبعدين الحلقة الخلفية غرزة نص عمود، وهيبقى بعد كده تكرار للايه للسطور اللي بقى قبليها. هدخل كده الف الخيط على الابره وهدخل في الحلقة رقم 3 كده الغرزة، عشان انا بتبقى مايلة عندي بالنسبة لي فبتبص تلاقيها بتبقى واضحة، وعشان بنعكس السطر هتلاقي الغرزة اللي هي رقم 3 هتلاقيها بارزة قدامك كده بكل سهولة، هتشتغلي فيها مفيش مشكلة. شايفين واضحة ازاي؟ ودي الغرزة الايه اللي هي الحلقة الخلفية. كل اللي انا هعمله حبايبي تكرار للي انا عملته ده. قفلت معاكم سطرين وده السطر الثالث بنفس الفكرة بالظبط، هنفضل ماشيين لحد الارتفاع اللي احنا عايزينه، نفضل رايحين جايين بالسطور. كل اللي انا هعمله كل سطر بس ان انا هقلب الشغل معايا، بس مش هعمل اكتر من كده. هخلص السطور بتاعتي الارتفاع ونرجع لكم تاني نشوف هنعمل ايه. ارتفعت بالسطور يا حبايبي، ودي شكل الغرزة بتاعتي بعد ما السطور بتاعتي ايه خلصت زي ما انتم شايفين كده. شايفين هنعمل ايه بعد كده؟ شايفين الغرزة بتاعتي بقى شكلها عامل ازاي؟ هقيسها لكم برضو بالمازورة عشان تعرفوا ايه انا وصلت لحد كام سنتي، عشان سمك الخيط بيختلف من خيط لخيط. انا عملت كده 21 سنتي تمام. هنيجي بعد كده بقى نشتغل نكمل الشغل بتاعنا. هنبدأ بقى في التناقص الايس كاب بتاعنا. بصوا احنا هنعمل ايه الاول حاجة. هقفل بمنزلقة عادي في اخر السطر اللي انا شغالة فيه اهو. هاجي كده اخلص بصوا هدخل كده تحت الحلقتين كده في الايه في اللي هي الغرز اللي هي بتاعت بداية السطر، واخد ايه سلسلة تمام، وهلف الشغل عادي برضو زي ما بلف الشغل كل مرة هلفه برضو مفيش مشكلة. هشتغل عادي برضو زي ما انا شغالة. هدخل برضو كده في الحلقة اللي هي اللي جوه كده، هدخل كده تحت الحلقة اللي هي اللي جوه الداخلية الحلقة الثالثة، هدخل كده واسحب الخيط بتاعي بالشكل ده واخرج من حلقة ايه من 3 حلقات مرة واحدة نص عمود. وهاجي بعد كده الغرزة اللي بعديها في الحلقة الخلفية، واللي بعديها اشتغلها في الحلقة اللي هي الداخلية اللي جوه كده بالشكل ده. هاجي بعد كده في الحلقة الخلفية الغرزة اللي بعديها في الحلقة الداخلية اللي جوه. يبقى كده ايه معانا كام غرزة؟ 1 2 3 4 5. هشتغل 5 غرز وبعد كده هعمل ايه تناقص. هعمل تناقص ازاي؟ يعني هقلل في عدد الغرز، هاخد غرزتين في غرزة واحدة. طيب نخلي بالنا كده. هلف الخيط على الابرة عادي، ادخل بصوا تحت اول حلقة من الغرزة بتاعتي الخلفية، وهاجي الحلقة اللي بعديها برضو هدخل تحتيها، وبعدين اروح سحبة الخيط واخرج منهم هما الاتنين بالشكل ده. بقى معايا 3 حلقات على الابرة اخرج منهم مرة واحدة. يبقى انا كده تناقصت في غرزة، عملت الغرزتين في غرزة واحدة تمام. هاجي بعد كده برضو هشتغل 5
نص عمود، ادي اول واحدة. تاني واحدة في الحلقة الخلفية برضو زي ما انا ماشية، غرزة ايه في الحلقة الخلفية، والغرزة التانية هعملها في الغرزة اللي بتبقى تالتة، الغرزة المايلة اللي بتبقى اللي بره كده شوية. هشتغل غرزة كده وغرزة كده لحد ما اخلص ال5 غرز بتوعي بالشكل ده. وهاجي في الغرزة رقم 6 و7 اخدهم في غرزة واحدة، بدخل كده تحت. بصوا في الحلقة الخلفية بدخل بالابرة بتاعتي كده بالشكل ده. بصوا بدخل هنا وبرضو ما بخرجش، واروح داخله على الغرزة اللي بعديها على طول برضو بالشكل ده اهو. هدخل كده وبعدين اخرج منهم كلهم مرة واحدة، اسحب الخيط واخرج منهم كلهم مرة واحدة بالشكل ده. تاني هنعمل 5 غرز تاني برضو في الحلقة اللي هي الايه داخلية دي، ادي واحدة. وفي الحلقة الخلفية ادي واحدة، يبقى كده 2. وفي الغرزة اللي هي بره كده ادي 3 اللي هي الحلقة اللي بتبقى مايلة. وهنا في الحلقة الخلفية هعمل برضو غرزة بالشكل ده، هلف الخيط على الابرة برضو واخد الغرزة دي تمام. وبعد كده هبتدي اتناقص برضو بعد الغرزة ال5 اتناقص. ادي ايه دي اول غرزة، ادي تاني غرزة، وهلف الخيط كده هسحبه واخرج بال3 حلقات، وبعد كده اخرج منهم كلهم مرة واحدة. وهكذا طول السطر ده هنعمل كده 5 غرز وتناقص في غرزتين، 5 غرز وتناقص في غرزتين. هنمشي طول السطر على نفس الايه نفس الوضع ده. هخلص السطر وارجع لكم تاني عشان نشوف هنعمل ايه في السطر الجديد. الغرزة اللي عليها الدور يا حبايبي هنقفل السطر مع بعض. هتبقى ايه الغرزة اللي هي المايلة، هدخل كده بالشكل ده لجوه كده واروح سحبة الخيط واخرج من حلقتين لحلقتين، وبعدين هلف الخيط على الابرة وهدخل في الحلقة اللي هي الخلفية واشتغل نص عمود. وبعد كده هقفل بمنزلقة في بداية السطر اللي هو الايه اللي انا شغالة فيه ده. في البداية كده ادخل تحت الحلقتين دول كده واسحب الخيط وارتفع بسلسلة بالشكل ده. هاجي بعد كده هروح لفة الشغل معايا زي ما بلف الشغل كل مرة. وهعمل ايه هشتغل برضو اول غرزة عندي في الحلقة اللي هي ايه اللي جوه دي اللي هي المايلة، هدخل فيها كده واروح عاملة فيها ايه اول غرزة. معلش بتبقى ضيقة بس عادي بعد كده. وبعد كده هشتغل الغرزة اللي هي الخلفية، ادي كده 2. التالتة هشتغلها في الغرزة المايلة. الرابعة السطر اللي فات كنا بنتناقص في الغرزة الايه بنعمل 5 ونتناقص في 6 و7. السطر ده هنعمل 4 ونتناقص في 5 و6 بنفس الطريقة برضو معانا. هاجي كده اهو الغرزة اللي عليها الدور هشتغل كده نص عمود، واللي بعدها نص عمود في الحلقة الخلفية، واللي بعدها غرزة نص عمود في الغرزة الثالثة في الحلقة الثالثة، وهنا في الحلقة الخلفية نص عمود. كده 4 غرز معايا. بعد ال4 غرز انا اتناقص هدخل كده في الحلقة دي والحلقة التانية هجمعهم مع بعض بالشكل ده، واروح سحب الخيط واخرج من الحلقتين الاول، وبعد كده الف الخيط واخرج من ال3 حلقات مع بعض. يبقى احنا تناقصنا زي ما انا قلت لكم، تناقصنا السطر اللي فات في الغرزة الكام الرابعة ال5 ال6 وال7. هنا هنتناقص في ال5 وال6. هلف الخيط على الابرة وهدخل اعمل الغرزة اللي عليها الدور بالشكل ده اهو، والغرزة اللي بعديها في الحلقة الخلفية، وهلف الخيط على الابرة وادخل كده تحت الحلقة كده بالشكل ده واشتغل اهو. الغرزة اللي بعديها الحلقة الخلفية بالشكل ده، والغرزة اللي جاية هعمل تناقص. يبقى حبايبي ده تكرار للسطر اللي فات برضو. وصلت لنهاية السطر يا حبايبي، وهنقفله مع بعض بالشكل ده بغرزة منزلقة نفس الطريقة، وبعدين ارتفاع سلسلة وهلف الشغل عادي. بعد كده هعمل 3 غرز وهتناقص بعد كده في الغرزة رقم 4 ورقم 5. هلف الخيط على الابرة وهدخل في الحلقة دي الداخلية دي بالشكل ده اللي هي رقم 3، وهسحب الخيط
واقفل ايه واسحب الخيط واخرج من الثلاث حلقات مرة واحدة. هلف الخيط على الابرة وهاجي في الحلقة الخلفية وهعمل نص عمود واخرج مرة واحدة، والحلقة اللي عليها الدور اهي بالشكل ده اللي هي التالتة. عملت كده 3 عمود، 3 غرزة نص عمود. هاجي بعد كده هتناقص بقى في الغرزتين الجايين، هدخل كده من تحت الايه في الحلقة الخلفية دي والحلقة الخلفية دي واسحبهم الاتنين، واسحب الخيط بينهم هما الاتنين واخرج مرة واحدة. هشتغل برضو 3 تاني، ادي 1 وادي 2 والغرزة رقم 3 هتبقى من جوه كده. وبعدين هدخل كده في الحلقة رقم 4 و5 اخدهم مع بعض واسحب الخيط بالشكل ده واخرج منهم كلهم مرة واحدة بنفس الطريقة. هلف الخيط على الابرة وهدخل اهو، هلف الخيط على الابرة وهدخل اعمل اول عمود، ادي 1 ادي 2 ادي 3 واتناقص في الغرزة رقم 4 ورقم 5. هدخل كده في الحلقة الخلفية دي والحلقة الخلفية دي اخدهم الاتنين مع بعض واخرج من الايه واسحب الخيط واخرج، وبعدين اخرج من 3 حلقات مرة واحدة. هلف الخيط على الابرة وهدخل ادي اول عمود، تاني عمود في الحلقة الخلفية، تالت عمود. وبعد كده هدخل ايه اهو في الغرزة 4 و5 مع بعض هاخدهم في ايه في غرزة واحدة بالشكل ده بس يا حبايبي. وهكذا هكمل بقية السطر كله بالطريقة دي. هتناقص في الغرزة كام؟ هعمل 3 واتناقص في الرابعة وال5 هعمل غرزة واحدة. هخلص السطر ده وهعمل السطر التاني، هعمل 2 بعد كده في السطر التاني واتناقص في الغرزة رقم 3 ورقم 4. هخلصهم وارجع لكم تاني نكمل نشوف هنعمل ايه في بقية الايس كيك. وصلت لنهاية السطر يا حبايبي. انا كنت في السطر ده بعمل ايه؟ بعمل 2 وباخد الغرزة التانية والتالتة والرابعة مع بعض، والسطر اللي قبليه كنت بعمل 3 وباخد الرابعة وال5 مع بعض، والسطر اللي قبليه كنت بعمل 4 واخد ال5 وال6 مع بعض، والسطر الاولاني خالص اللي بدأت التناقص فيه كنت بعمل 5 واخد ال6 وال7 مع بعض. هاجي بقى هنا هقفل السطر بتاعي عادي، وبعد كده نشوف هنعمل ايه في السطر الجديد. اخر غرزة معايا هشتغلها في الحلقة الخلفية اللي عليها الدور، هتبقى في الحلقة الخلفية. هدخل كده في الحلقة الخلفية واسحب الخيط واخرج واروح قافله منزلقه برضو زي ما بقفل كل مره تحت الحلقتين كده. هدخل واروح سحبه الخيط وهقفل وهاخد سلسله وهلف الشغل معايا هشتغل بقى في الحلقه الثالثه. اول غرزه معايا هشتغلها في الحلقه الثالثه. هدخل كده تحت الايه تحت الحلقات كده واسحب الخيط بتاعي واروح ايه عامله ايه خارجه منهم كلهم مره واحده، والغرزه اللي جايه واللي بعدها التانية والتالتة هاخد فيهم تناقص بالشكل ده بنفس الطريقه برضو اللي تناقصنا بيها. وبعدين الغرزة اللي بعديها هشتغل، هدخل كده في الحلقة الثالثة وهشتغل نص عمود. هاجي بعد كده اللي بعديها هاخد الغرزتين مع بعض هتناقص فيهم بالشكل ده. هاخد الغرزة اللي بعديها لوحدها وبعدين هتناقص في الايه في بقية الغرزتين الجايين اهو، وهكذا هفضل طول السطر كده اشتغل غرزة وتناقص في غرزتين، اشتغل غرزة وتناقص في غرزتين لحد ما اخلص السطر كله. بعد كده نشوف ان شاء الله هنكمل الشغل بتاعنا هنعمل ايه في السطر الجديد باذن الله. هقفل السطر بقى معاكم عشان نشوف هنعمل ايه في السطر الجديد. اخر غرزة معايا اهي، هقفل بمنزلقة وارتفع بقى بالسلسلة. وصلت للسطر الاخير هنتناقص فيه ازاي؟ هتناقص في كل الغرز اللي في الخيط على الابره وهاجي كده هاخد هدخل تحت الحلقه الخلفيه بالشكل ده والحلقه الخلفيه التانية واخد الغرزتين مع بعض واخرج منهم كلهم مره واحده والف الخيط على الابره وهدخل في الحلقه دي والحلقه التانية بالشكل ده.
هدخل في الحلقة دي والحلقة دي واسحب الخيط واخرج منهم كلهم مرة واحدة، والحلقة اللي بعديها برضو والحلقة والتانية، واسحب الخيط واخرج منهم كلهم مرة واحدة، هلف الخيط على الابرة وهدخل في الحلقة دي والحلقة دي واخرج منهم كلهم مرة واحدة، وهكذا كل السطر هنعمل تناقص في كل الغرز، في عدد كل الغرز، وده هيبقى اخر سطر عندي في التناقص. وبعد كده مش هينفع اشتغل بقى تناقص تاني بالابرة بتاعة الكروشيه، هنعمل الجزء اللي فاضل هيبقى بابرة السطر الاخير، هنعمله بابرة التنظيف. وبكده مش هيبقى فاضل معايا الا غرزة واحدة، هاخدها بقى هي لوحدها بالشكل ده، وهطلع كده اعمل نص عمود وهطلع منه من تلات حلقات مرة واحدة، واقفل بمنزلقة في اول سلسلة كده بالشكل ده عشان اقفل السطر بتاعي. قصيت الخيط وهعمل حسابي في جزء كده عشان اخيط بيه الجزء اللي فاضل معايا. هسحب الخيط كده برضو في ابرة التنظيف، خلاص الجزء ده مش هينفع يتعمل الا بابرة التنظيف. هدخل كده تحت كل حلقتين بالشكل ده واسحب الخيط اهو، هخيطه زي السراجة كده، هدخل تحت كل حلقتين من الحلقات بتاعتي وهسحب الخيط. بعد ما ادخل الابره بتاعتي في كل حلقه من الحلقات بتاعتي هنا هخلصهم، وبعد كده اروح ضمه بقى الجزء ده كده، اضمه واقفله بالشكل ده، واعدي الخيط من الناحيه التانية عشان خاطر احاول ان انا اعمل له عقده عشان خاطر ما يفكش مني. وبعدين ادخل جزء في التنظيف بتاع ادخل جزء في الايس كاب عشان خاطر اضمن ان هو يبقى فيه جزء كافي داخل جوه الشغل، وبعد كده هنقص الباقي بالشكل ده. هعمل عقدة هنا كده الاول، هدخل الخيط بطريقة كده عشوائية كده تحت الخيوط بالشكل ده، وهعمل عقد، ادخل الخيط بتاعي وهعمل عقدة، بعد كده ادخل جزء بقى من الخيط ده في الشغل وخلاص، وهقص الباقي. خدت جزء كفاية تحت الشغل وثبته بما فيه الكفاية، هرجع الشغل تاني على الوش التاني بتاعه، انا كنت قلبها على الظهر بالشكل ده. وزي ما انتوا شايفين يا حبايبي كده انا خلصت الايس كاب، وده الشكل النهائي بتاعه. بصوا بسيط قوي، واي بنت مبتدئه ممكن تنفذه بكل سهوله. وفي نهايه الفيديو لو عجبك الفيديو ما تنسينيش في اللايك والشير وفعلي الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.